السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا في تمام الصحه والعافيه يا ربي. بما انه الدجاج رخص قررت اليوم ان شاء الله ندير معاكم وصفه تاع الدجاج محمر على طريقه المطاعم. السر اللي خلاها ما تجيكش صامته من داخل، ويجيك الزر تاعها ما يجيكش ناشف، يجيك مشمخ. طعمتها بنينه تهبل وطريقتها سهله مهله. بسم الله على بركة الله. أول حاجة الدجاجة تاعي أنا كان وزنها 2 كيلو 300 غرام هكاكا. بعد ما كنت شوطتها وغسلتها مليح وخليتها ترنخت 21 دقيقة هكاكا في ماء دافي شوية، فيه شوية ملح وخل. خليتها حتى ترنخت مليح وقطرتها، ومن بعد جبتها حطيتها في البسينة هذه وحكمتها، ثقبتها بالموس من الجويه كامل، وجبت كمية تاع الملح وبقيت نملح فيها بهذه الطريقة بشوية برك، ماشي نكثروا الملح، كل مرة نحطوا هكا بين صباعنا شوية تاع ملح، ونبقوا نحكوا فيها بالملح من الجوايه كامل باه ما تجيناش صامته. من بعد مهما تملحها تبقى لك مسوسه. ندخل يدي تحت الجلده، من فوق الجلده، من البلايص كامل، من داخل من برا. حاولت اني ندخلها الملح من جوايه كاملين كيما هكا. كانت الجلده تاع الزر لاصقه، حاولت اني نفتحها شويه ونثقبها كيما هكا باه من بعد الزر تاعي ما يجيش ناشف كيما هكا. بركه راني نوري لكم قدوه نهز بالملح وندير، ماشي ندير بالكميه كبيره حتى تولي لي مره بالملح، بشويه بارك. من بعد هنا رحت جبت التوابل اللي كنت استعملتهم. انا هنا استعملت توابل الشاورما، شويه فلفل كحل، شويه راس الحانوت، شويه كمون، ونص راس هكاكا تاع ثوم، وشويه تاع الكليل، فنجان تاع زيت، وشويه تاع الخل، وحبه تاع قارص اللي كنت عصرتها من بعد. ونسيت هنا معكم لا موطارد ثاني استعملتها، ما كنت صورتها في المكونات. جبت هنا 2 مغارف كبار تاع الطماطم المصبرة، ونص مغرفة تاع هريسة خلطهم مع بعضهم. زدت معاهم هنا شوية من هذيك صلصة الكاري، تقدري تستغني لها صلصة الكاري الا كان عندك الكاري افاح ديريه، وما ديريش هذه اللي تجي على شكل مايونيز كيما هكا. درت معاه هذاك الفنجان تاع الزيت والتوابل اللي كنت ذكرتهم من قبيله، خلطهم مليح مع بعضهم بهذه الطريقة. هذه هي التتبيلة اللي من بعد راح ندهن بها الدجاجة تاعي قبل ما نحطها طيب. خلطت هذوك المكونات مع بعضهم ورحت سكرفجت هذوك الحبات تاع الثوم، نص راس تاع ثوم، كثروا لها الثوم راهو هو اللي بننها. من بعد رحت جبت نص كعبه تاع قارص عصرتها مع هذاك الخليط، حاولت اني نعصرها مليح بهذه الطريقه. خلطتهم مليح مع بعضهم، وبعد بديت نحل في هذاك الخليط تاعي بالخل. درت هنا 4 مغارف تاع خل وحليتهم مليح، ولا كان تلقاها مازالت ناشفه شوي زيدي لها مغرف ولا 2 تاع خل كيما انا هنا كنت زدت. حلت مليح الخليط تاعي هذاك، ومن بعد رحت زدت عليه هنا مغرفة تاع المطارد والا الخردل، مغرفة الصغيرة معمرة مليح. خلطتها مع هذاك الخليط وحليته، وهنا كان هذا هو الخليط اللي تبلت به الدجاجة تاعي، تجي بنينة عسل. بعد ما خليت هذاك الملح في الدجاجه واحد ربع ساعه هكاك، بعد جبت هذاك الخليط تاعي وبقيت ندهن فيها بنفس الطريقه اللي دهنت فيها بها الملح من كل جهه. حاول اني ندخل الخليط في هذوك الثقبات اللي ثقبتهم، نعمرها مليح من داخل من برا، جهه الجوانح جهه الرقبه من كل بلاصه باه كي طيب تجينا بنينه من جويه كل. نحاولوا نوزعوا هذاك لاصوص عليها كامل كما راني نوضح في هذه الطريقه. ان شاء الله برك يكون الشرح تاعي مضمون. هنا لكن تحبي انتي تحشاها بالروز، ديجا هنا تكوني طيبي الروز تاعك نص طياب، وفي هذه المرحله تفوحيه وتحشاها قبل ما تحطها في الفور. انا قدمتها مع البطاطا، ما درتهاش في بالروز. هنا رحت جبت المول تاعي، فرشت عليه البصل الكامل وحطيتها، حطوها بهذه الطريقه على زدرها. هذا هو السر اللي يخلي الزدر ما يجيش ناشف. حطوها على الزدرها باه من بعد هذاك لاصوص كي يطيب كي يخرج يهبط كامل جهه الزدر وتجيكم طريه من كل جهه. وبالنسبه للبصل هنا الدور تاعو راه من بعد كي يطلق الماء تاعو هذاك، بلا ما ننسى هنا الكليل راني كنت حشيته في وسط الدجاجه من داخل بعد ما كنت شللته. بالنسبه للبصل هو كي يطلق لي هذاك الماء تاعو ما يخليش الدجاجه تاعي تلصق لي في المول من تحت.
هنا رحت جبت البابي كويسون حطيته هو الاول قبل ما نبدا ندير في ورق الالومنيوم تاعي. غلفت المول تاعي بهذه الطريقه، ومن بعد زدت رحت جبت الورق الالومنيوم وغلفته. حاولوا ان نغلقوا عليه مليح. وبالنسبه للطياب نطيبوها على نار تكون شويه متوسطه، ونخلوها ما نحلوش عليها ساعه ونص. ومن بعد كي نحلو بعد ساعه ونص نعاودوا نحلو عليها النار من تحت ومن فوق ونخلوها تتحمر مليح من الجواهي كامل. هنا كانت الدجاجة تاعي طابت. هذايا الوجه الاول وهذايا الوجه الثاني. هذه هي الوصفة تاع اليوم. ان شاء الله كان شرح بسيط ومفهوم. الى هنا وصلت معكم لنهاية الفيديو. شهيدكم في الجنة. في امان الله في وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.